قوم يا اسطى، قوم. انت بتعمل ايه؟ انت عبيط يا ابني، ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم انت مش بتتكلم على الضحك، فقلت اعمل لك شويه سسبنس كده عشان الحلقه تولع. تقوم انت اللي تعمل اللي نداها. انت مش واخد بالك ان هي انثى ولا ايه؟ وانا هجيب لك نداها منين انا يعني دلوقتي؟ فقلت اتصرف وامشي الدنيا يعني. طب اصرف شويه يا اخي وهات بنت حتى تعملها. ما هو اصل بعيد عنك المنتج بتاعنا جلده. ايه انت هتودينا في داهيه ولا ايه؟ انت هتشتغلنا، ما انت المنتج ومرمطنا معاك ومش بتدينا ولا جنيه. كده ننشر غسلنا قدام الناس؟ يا عم بقى استنى انت بتقول ايه؟ يا عم بقى يعني ايه يعني دي؟ انا عرفني انا، هم لما بيجي يبرطموا بيقولوا كده. طب غور بقى خليني اعرف اكمل الحلقه. يا عم بقى اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج العراف. هو انا بتكلم كده ليه؟ مش عارف. جربت مره تتمشى بالليل كده في منطقه خاليه من البشر وسط الغيطان وتحت ضوء القمر في الريف المصري كده او في اي ريف في العالم؟ لو حبيت تجرب الاحساس ده انا عندي ليك نصيحه واحده بس. لو سمعت حد بيند عليك باسمك بصوت جميل سد ودانك واجري عكس الصوت ده يا معلم، والا تاني يوم هتكون ميت او من المجانين. طبعا هيطلع واحد غلس زي كده ويقول لي الا انت جبت الكلام ده منين بقى؟ الاسطوره بتقول ان في بنت جميله بتظهر بالليل في الجناين والمناطق الزراعيه والمصارف والانهار وبتنادي على ضحاياها وهي لابسه فستانها الابيض وعينيها بارزه بلون الدم وشعرها الاسود الطويل قوي وخطواتها السريعه اللي من سرعتها تحس ان هي طايره على وش الميه وما بتلمسهاش، وصوتها الساحر اللي كانه خمره وبيسكر اللي يسمعه فما يعرفش يهرب منها ويضطر انه يرد عليها. وساعتها تطلب منه الجواز وانه يعيش معاها في عالمها السفلي الخاص، واللي يرفض طلبها يتقتل في الحال، واللي هيوافق ده معناه اللي هيتجوزها يا معلم ويعيش معاها في عالمها السفلي الخاص بقى ويتدلع يا معلم. بس خد بالك لو ظهر حد من الرجاله دي تاني بيكون اتجنن، ويقال ان السبب في جنانهم ده انهم بيكونوا عايزين يرجعوا لها تاني بس مش عارفين، وانها بتسيبهم بلعنه عشان ما يقولوش اي حاجه شافوها في عالمها الخاص. وكمان مش ضروري ان اللي رفض الجواز منها ده يتقتل، لكن هتسيبه بلعنتها وهيفضل يشوف هلاوس طول حياته ويفضل يروح المكان اللي ظهرت فيه ويدور عليها لحد ما يختفي او يموت، يعني كده كده ميت يا معلم. بالرغم من انتشار اسطوره النداهه في الريف المصري لكن برضه منتشره في عدد كبير قوي من الدول العربيه والغربيه كمان، لكن اسمائها بتتغير حسب المناطق، لكن الصفات فيها تشابه كبير جدا. في دول الخليج العربي زي دوله الامارات الشقيقه مثلا منتشره اسطوره ام الصبيان او ام الدويس. في الجزائر والمغرب معروفه بعيشه قنديشه، وفي تونس معروفه بالغبيسه، وهي بنت جميله بتظهر بالليل للرجاله عشان تفتنهم بجمالها ويقعوا في عشقها الابدي. والله الرجاله دول غلابه قوي. لا لورونا هي النسخه الاسبانيه من النداهه، وهي اسطوره مستهدفه لتخويف الاطفال، اكيد الذكور منهم برضه، وبتظهر بالليل يا عيني في صوره بنت حزينه بتعيط، ولو قرب منها راجل ولا طفل صغير بتقتله في الحال وترميه في النهر. مش قلت لكم الرجاله دول غلابه قوي؟ في اليابان برضه في اسطوره مشابهه للنداهه اسمها كوشيساكي اونا اسمها كوشيساكي اونا او المرأة ذات الفم المشقوق، وهي امرأة جميلة اعتلها جوزها ورجعت للحياة تاني عشان تنتقم من صنف الرجالة كله. ايوه يا دكتور الحقني يا دكتور، هي عملية تحويل الجنس دي بتكلف كام دلوقتي؟ البنت دي بتظهر بالليل على هيئة شبح ولابسة ماسك وبتسأل اللي يشوفها هل انا جميلة؟ لو قال لها لا بتقتله، ولو قال لها بتقلع الماسك وبتسأله تاني هل انا جميله؟ لو قال لها لا برضه بتقتله، لو قال لها بتشق وشه نصين. يا اختي مع انتشار القصه المتشابهه في الدول العربيه بصفه خاصه وباقي الدول بصفه عامه بقت شخصيه النداهه موضوع بحث مهم جدا لعلماء الانثروبولوجيا في العالم، زي عالم الانثروبولوجيا الفنلندي وسترمارك. قارن وسترمارك ما بين شخصيه النداهه وما بين عشتار آلهة الحب المقدسه قديما في شعوب البحر المتوسط وكمان بلاد الرافدين والقرطاجيين وغيرهم. من وجهه نظره ان ممكن تكون النداهه او المراه المرعبه دي هي ملكه السماء عند الساميين القدامى، لانهم كانوا بيعتقدوا انها بتسكن البحار والانهار والعيون والاماكن الرطبه بشكل عام. اما عن الاسلام والكتب السماويه والاحاديث النبويه مفيش اي ذكر ليها او حتى اي جنيه معينه نقدر نربطها بدلائل ولو قليله جدا بينها وبين النداهه. الروائي المغربي مصطفى الغتيري وهو ابرز من بحث وتحرى عن الشخصيه دي وبكل حياديه وموضوعيه، وكمان كتب روايه بعنوان عائشه القديسه، وقال عن سبب كتابته للروايه دي ان ذهنيه الانسان المغربي والعربي عموما تعاني من نوع من الشيزوفرينيا، خليه دايما في حاله من التخبط بين الحقيقه والخرافه. فهو من ناحيه بيقول ان عنده فكر عقلاني وحديث، ومن ناحيه ثانيه وخاصه لما تواجهه صعوبات الحياه بسرعه بيترمي في احضان الخرافات. حبيبتي وحشتيني، وبينسى كل
التراكمات العقليه اللي كان بيتباهى بيها لحد قريب. وبيقول كمان ان علينا لما نقرا او نسمع القصص دي لازم نشوفها بشكل منطقي وعقلاني، ما نصدقش كل الافكار الخياليه اللي ملهاش اي دليل او تفسير منطقي. كمان ما عندهاش اي دليل من القران او السنه او الكتب السماويه عامه اللي بتحسم اي جدل، وخاصه في الظواهر الغيبيه دي. ومع ذلك ولاجل غير معلوم هتفضل الشخصيه الغامضه والغريبه دي محفوره في عقولنا، هتفضل مستمره وبتتحكى للاطفال من جيل لجيل، وهيفضل الكل متلخبط بين انها واقع ولا خيال. يا صديقي ايه رايك في القصه دي؟ واقع ولا خيال ولا ايه؟ الليله والشغله دي كلها جايه معاك بايه؟ ما تنساش بقى تقول لي رايك في التعليقات وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. انا علاء عرفه وبس كده.